هل سيتم إيداع ابن محمد رمضان في دار الرعاية؟ إليكم القصة الكاملة. ابن محمد رمضان تصدر محركات البحث بعد قرار محكمة جنح الطفل بمدينة السادس من أكتوبر إيداع ابنه في إحدى دور الرعاية الاجتماعية دون تحديد المدة في واقعة التعدي على زميله داخل نادي نيو جيزة، وفقا لما أكده أحمد مختار دفاع الطفل المجني عليه. وغاب النجم محمد رمضان ونجله عن حضور الجلسة بعد إعلان محاميه عن تعرض ابن المتهم لوعكة صحية مفاجئة، مما جعل من الصعب حضوره. وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدمت به سيدة تتهم فيه ابن الفنان محمد رمضان بالاعتداء بالضرب على ابنها تلميذ بالصف السادس الابتدائي بإحدى المدارس الخاصة الدولية بالشيخ زايد أثناء تواجدهما في أحد الأندية. وواجه الطفل على محمد رمضان تهمة الاعتداء بالضرب المبرح على زميله عمر محمد سالم، مما أدى إلى إصابة الأخير بكدمات شديدة في الوجه والجسد، وهو ما استدعى تقدم والديه ببلاغ إلى النيابة العامة للحصول على حق ابنهما. نفى المحامي بالنقض المستشار أحمد مختار وجود أي تصالح مع أسرة الطفل المجني عليه والفنان محمد رمضان على خلفية واقعة التعدي، فقد أكد أن الجلسة المقبلة ستشهد الدفع بعدم اختصاص محكمة الطفل بنظر هذه القضية. وأكد المحامي أن القضية ما تزال قيد التحقيقات. وكان الطفل علي محمد رمضان يلعب في حديقة نادي نيو جيزة في أكتوبر، وأثناء اللعب واللهو اختلف مع الطفل المعتدى عليه فقال له ما تعرفش أنا ابن مين. وكانت النيابة العامة قد أحالت نجل الفنان محمد رمضان إلى محكمة الطفل في واقعة اتهامه بالتعدي بالضرب على زميله داخل نادي نيو جيزة، وحددت المحكمة وقتها جلسة 15 مايو. وكانت والدة الطالب المعتدى عليه تشغل منصب مديرة بإحدى شركات الدعاية والإعلان، قد تقدمت ببلاغ إلى أجهزة الأمن بالجيزة أفادت فيه بتعرض نجلها عمر للاعتداء من قبل نجل الفنان محمد رمضان أثناء تواجدهما داخل النادي. وأوضحت أن مشادة كلامية نشبت بين الطفلين خلال اللعب، وتطورت إلى قيام نجل الفنان بالاعتداء على نجلها بالضرب، مما تسبب في إصابته بكدمات في الوجه حسب أقوالها.